بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حبيت بس أعلق على بعض الإرشادات اللي احنا طلعناها النهاردة بخصوص تسليم المشروعات، علشان نحاول نرد على أسئلة كثيرة جدا اختلطت على الكثيرين وتوضيحها للجميع. احنا بعتنا للمدارس تعليمات مشددة تم نشرها في كل مكان، بس عاوز أوضح أكتر من كده. انه الطريقه المفضله اللي بترشحها الوزاره للجميع لتسليم المشروعات لمن يستطيع هي المنصه الالكترونيه، وده لاسباب كتير. لان احنا هنستخدم المنصه دي بعد كده، فمن الافضل ان احنا نتعود عليها، وده موضوع سهل جدا. ونمره اتنين، لانه الطريق الامن ليكوا وللساده المعلمين والاداريين وللجميع ولمنع التكدس ولمنع اي اصابه نقدر نتفاداها لو عملناها على المنصه. طيب، عشان نوصل للمنصة، أنا دلوقتي اللي ما عندوش إنترنت خلاص هيعمله ورقي، بس أنا بكلم اللي يقدر يعمله على الإنترنت بنفسه أو عن طريق حد يعرفه. هيكون الحل الأفضل والأضمن والأكثر صحة. طيب، هنعمله إزاي؟ إحنا ممكن نكتب المشروع بطريقتين، يا بخط الإيد يا بالكمبيوتر. الاتنين ده اختيار الطالب، وده الاتنين متاحين. مفيش تعارض بين انه يتكتب بخط الايد او بالكمبيوتر ثم يتم رفعه على المنصه. لو كان مكتوب بخط الايد بحوله باني بصوره بموبايل او بعمل له سكاننج او بحوله الملف بي دي اف بصوره من الصور. اللي كان مكتوب بالايد بيتحول لملف بي دي اف. هذا الملف اقدر بقى ارفعه على المنصه كما شرحنا قبل كده بالإرشادات اللي قبل دي، اللي أنا سجلتها بالصوت وعملناها لكم بصور وبكل حاجة. يبقى إذا لو كان مكتوب بالإيد وعاوز أرفعه على المنصة هحوله الأول لبي دي إف وبعدين هرفعه على المنصة. لو كان مكتوب بالكمبيوتر هيبقى في وضع أفضل، غالبا هيبقى مكتوب بوورد، هحوله من وورد لبي دي إف وبرضه هرفعه على المنصة. ويبقى كده خلص. أول ما هشوف الملف على الشاشة في المكان اللي اسمه المشروع البحثي لعام 2019-2020، هو ده ضمان الاستلام. وجود الملف في الشاشة اللي أنا حملته عليها معناه إنه اتسلم وإنه وصلنا، ونبقى شايفينه من الوزارة ومن المديرية ومن الإدارة، ومش محتاجين لإيصال آخر أكتر من كده. هو ده الضمان الأول اللي هو 100% ولا يخشى منه أحد. طيب، لو أنا ما عنديش القدرة دي أعمله على الكمبيوتر بأي شكل من الأشكال ومضطر أعمله ورقي، طيب أنا كده هعمله ورقي و هحوله برضو لبي دي اف وهحطه في ظرف ورقيا ومعاه البي دي اف فيرجن، خصوصا الولاد اللي في الاعداديه. وهاخد الظرف ده وهسلمه في المدرسه حسب الجدول اللي احنا نشرناه النهارده، اللي هتلاقوه حضراتكم جنب الاوديو اللي انا بعمله او الصوت اللي انا بكلمكم من خلاله. الجدول ده معمول عشان نتفادى التكدس في المدارس. في مدارس ابتدائي فقط وفي مدارس اعدادي فقط وفي مدارس فيها الاثنين بس اقل عددا. فاحنا عاملين جدول تالتة ابتدائي تروح في اليوم الفلاني، خمسة ابتدائي تروح في اليوم الفلاني، فعاوزين الناس تلتزم بيه عشان ما يحصلش تكدس. لان احنا مش هنطلب كل المعلمين يروحوا المدارس ويسيبوا الاجازة الاحترازية. هناخد قوة صغيرة على قد المطلوب عشان نقلل الأعداد. واللي هيروح المدرسة نتمنى ان هو يبقى واخد باله من الاجراءات الاحترازيه لحمايته اولا ولحمايه الساده العاملين في المدرسه. انه يلبس كمامه والتطهير والبعد في المسافات عشان نتفادى التجمهر بكل الصور. وعشان كده لو قدرنا نعمله الكترونيا هيبقى افضل بكتير جدا واضمن واسهل فيما بعد في التصحيح وكل حاجه. فالقصه لا تخرج عن هذا. واحنا بعتنا للادارات والمديريات انه محدش يشترط على الناس اي شيء غير اللي احنا بنقوله دلوقتي. متاح نكتب كما نريد بخط الايد او بالكمبيوتر، ومتاح ان احنا نختار المنصة كوسيلة لتسليمه او باليد في المدرسة، ولو اننا بنرشح المنصة زي ما قلت لكم في الاول. واعتقد ان الموضوع كده بسيط جدا، لا يقتضي قوة كبيرة من المعلمين تروح المدرسة ولا يقتضي تزاحم، لان احنا عاملين 6 ايام ومفرقين السنوات الدراسية عليهم. وإن شاء الله تمشي العملية بسلاسة ونبقى عملنا خطوة كبيرة جدا إن شاء الله للوقت اللي احنا فيه وللمستقبل. وتصبحوا على خير. شكرا جزيلا.